لحتى نطلع مال بالحياة بدنا نحل مشكلة أو نقدم خدمة. وكل ما كانت المشكلة كبيرة وبأماكن كتيرة أنا بقدر أطلع مال أكتر. طبعا بهذا الفيديو حأحكي على الشغلات النافعة اللي بتنفع الناس، ما نجي بالشغلات الضارة. نحنا كيف بنشتغل نفس أوبر تماما. أوبر إجت شافت انه في تحدي كتير كبير، مشكلة كتير كبيرة بالعالم، يلا خليني احلها. شو هي المشكلة؟ في كتير اصحاب سيارات عندهم سيارات بس بنفس الوقت بيمشوا مسافات كتير طويلة وما عندهم، ما عم يلاقوا زباين، فعم يصرفوا من البنزين وبنفس الوقت عم يروحوا وقتهم على الفاضي. واجت كمان بنفس الوقت شافت انه زباين كتير حابين يطلعوا بتكاسي بس ما عم يلاقوا تاكسي بنفس الوقت، وبنفس الوقت كمان في نسوان ما بتأمن تطلع بتاكسي لحالها، ففي عنا تحديين. يلا خليني انا ساعد هدول الاثنين وطلع دخل بدون ما املك ولا سياره. رحت عند اصحاب السيارات، شو رايكم جيب لكم انا زباين؟ نعم اكيد، يا ريت. بتعطوني نسبة ربح؟ نعم نعطيك نسبة ربح. يلا روحوا خبروا اصحاب السيارات اللي مثلكم كمان، وكل ما بتجيبوا لي ناس عندهم سيارات على كل 10 سيارات مثلا حاعطيك $100. فيلا هون كمان شو، اصحاب السيارات انبسطوا، انا حيجيني مصاري على البارد المستريح. راحت كمان عند الزباين، حامن لكم مواصلات سهلة وسريعة بتجيكم خلال دقيقتين ثلاثة، وبنفس الوقت المواصلات فيها أمان. حتى لو أنت امرأة بدك تطلعي الساعة 12 بالليل أنت حتوصلي بأمان. أوكي حلو كتير. كمان أنتوا يا زباين كل ما تكونوا رضيانين على الخدمة روحوا خبروا الناس من خلالكم. كل 10 أشخاص بتخبروهم حتاخدوا توصيلة مجانية. فهون شو ساوت أوبر؟ جابت أصحاب السيارات وأعطتهم مبلغ مالي، فهدول مبسوطين، وجابت الزباين كمان وقالت لهم جيبوا لي أصدقائكم اللي بدهم يتوصلوا، كمان عطتهم توصيلة مجانية. فهدول الاثنين رضيانين، وهي مقابل انه عم تاخذ نسبة ربح على كل توصيلة. فكانت هون اوبر بدون ما تملك ولا اي سيارة هي فعليا عم تاخذ نسبة ربح على كل سيارة عم تطلع. وهلأ اوبر عالمية، واوبر هلا بكل لحظه بيطلع من عندها الاف السيارات، فهي فعليا عم تشتغل بالباسف انكم، مال يعمل بدونها تماما. نحن بنشتغل نفسها تماما. انا بشتغل وسيط بين الشركه اللي عندها المنتج القوي، ونفس الشيء بين الزبون. الشركه بدها تبيع منتجاتها وهي بتوصل لي اياهم لزبايني وكل شيء، وانا عندي زبون محتاج هي الخدمه، هذا المنتج يلي بغير لهم حياته للافضل، فانا وسيط بين الشركه وبين الزبون، وانا باخذ نسبه ربح 20%. فاي شخص حابب يتعرف على شغلنا اكثر اكتبوا لي كلمه مهتم بالتعليقات لاعطيكم كل التفاصيل.